هل النادي الاهلي هيفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ولا لا؟ خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. كابتن رضا، ماتش انت بتقول لي الاهلي هو كان الافضل وبالتالي كان نصيبه الفوز، ده كان من المتوقع. هنا خلاص الكلام. مبروك للنادي الاهلي بطوله افريقيا. لا الماتشين الماتشين اللي هم بتوع خلاص، يعني الماتش الترجي بتاع امبارح واللي جاي، مبروك النادي الاهلي صعد للنهائي. ايه اللي هيحصل بقى الله اعلم في النهائي. بطوله افريقيا ايه؟ ايه بطوله افريقيا ايه بقى؟ في علم الغيب. ايوه يعني دلوقتي الاقرب صن داونز، الاهلي زي ما انت بتقول كده مبروك خلاص في المباراه. والنادي الاهلي هيلعب الماتش الاولاني هنا ولا هناك؟ الاهلي كان الثاني، لا تقريبا هيلعب هناك، تاني هناك تقريبا، يعني الساعه 3 في عز المعمعة. خليني اتاكد من المعلومه. بص لو الثاني هنا هتكسب النادي الاهلي. قد بس اعداد بس عشان الثاني هناك الماتش صعب جدا. مش عايز ابشر. يعني لو الاهلي لعب النهائي اخر مباراه هناك، يعني الثانيه هناك صعب عليه العوض. في عز الجو والاجواء اللي هناك صعب. انا راجل عايز العب واخد بطوله، ما بفكرش في جو، بجهز نفسي. خبراتك اكسب هنا. ايوه خبراتي هي اللي هتكسبني. لا اكسب هنا عشان تبقى رايح هناك مطمن. انما هتقول لي بقى 1-1 ولا 1-0 والكلام ده صعب. خد بالك انت قلت لي حاجه، لو الاهلي اخد دوري ابطال كولر، او يعني كولر بالاهلي. لا سيبك من كولر. هتقول انت ايه؟ هتقول انا ما عنديش فكره. انت قلت كده على ايه؟ انا ما عنديش فكره في التحليل. ان يعني لو الاهلي اخد دوري ابطال، انت قلت يا كابتن هجيب لك الفيديو. طب لو ما خدش هجيب لك الفيديو. لو ما خد ماشي، لو ما خدش ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت صح. يا سلام. وانت مش هتوقع عليك خلاص. لا اقعد اسبوع تعمل. لا انت بتعيدها، هتغير كلامك. لا انت بقى، ما انا ماشي، انا مش هغير كلامي. طب وانت العقاب انا ما تراهنتش معاك يا كابتن والله. امال انت تراهني انا بس، وانت انت اللي قلت لوحدك. البريء. انت اللي جيت قلت لوحدك لو كولر اخد دوري ابطال ماشي هرفع قبعه واقول لك انا ما عنديش فكره في التحليل. الناس مش هتقتنع حتى لو انا قلت الناس مش مقتنعه، لان عارفين بص الغرور بقى، عارفين ان انا الحمد لله ملك. لا انا ما انكرش كابتن رضا عبد العال، عشان بس نبقى متفقين. حقيقه كابتن رضا عنده رؤيه ووجهه نظر فنيه قد تصيب في وقت وتخيب في وقت اخر. لا ما بتخيبش الحمد لله والشكر لله. لا كابتن بقى عشان ما خدت، يعني عشان مش قوي كده، عشان انت قلت انا قول لي خابت معاك ايه ولا مش عارف ايه. طب استنى بس قول، ما هي الرهانات كلها الحمد لله كسبتها. او كل اللي هي الحاجات الصعبه الحمد لله ما خسرتش حاجه. حتى السنه اللي فاتت لما قلت الزمالك مش هياخد الدوري وبيراميدز اللي هياخد، قلت في حالتين لو تفتكر. كده اتغريت قوي يا كابتن. لا قلت لك في حالتين. لو اللعيبه بتاعت بيراميدز استرجلت وما بقاش في ظلم تحكيمي فعلا، ما كانش في ظلم تحكيمي، واخد بالك، واللعيبه هي اللي ما استرجلتش بس، يبقى انا كان وجهه نظري صح. انما اي حاجه تانية الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، وده كرم من عند ربنا. انت فني هايل باسلوبك، يعني انا بتكلم على فني. ان انت كنادي اهلي هتلعب في وقت مهما كانت قوتك وانت عارف. طيب وانت لعبت في الاجواء دي هتبقى هناك، يعني المباراه الاخيره. فانت المشكله في الجو، واخد بالك، والملعب. انما ممكن الكوره لو انت وقفت صح ما تخسرش. لو انت وقفت صح وهجمه مرتده تجيبها جون، خلاص انت تسمح لي اقول لك عن تجربتي انا الشخصيه. انا لعبت صن داونز في نهائي افريقيا 2001 هناك. لا بص اسمعني يعني اسمعني لاجل النبي. بص تعادلنا معاهم في الوقت، لا كسبناهم 3. بص في الوقت ده النادي الاهلي كان عالي جدا في افريقيا. لا كان بقالنا سنين يا كابتن ما دخلناش. يا عم كانت اول سنه نبتدي يعني نشارك في افريقيا بالشكل. يا عم ما تسمع، ما انت كنادي اهلي كان عندك كل المقومات ان انت تاخد البطوله دي مستريح. انما انت دلوقتي ما عندكش. ليه يا كابتن؟ ما عندوش ليه الاهلي دلوقتي؟ ايه اللي ما عندوش؟ عشان الفرقه الثانيه اعلى منك. على فكره صن داونز طول عمره فريق كويس، فريق قوي. ما كانش كده، ما كانش كده. هي كوره في الاخر يا كابتن. بص ما كانش كده. اسمعني بس. حتى لما كسب النادي الاهلي الماتش اللي فات، اللي هو مش ده اللي قبل كده، لو خدت بالك لعيبه الاهلي كلها كانت في حاله استرخاء، واخد بالك.
فالكره تروح جول في توفيق. انما ده عمالين يعملوا كده في الماتش ده. لا ما تقوليش الماتش اللي فات، خلاص كان الماتش ده للنسيان. لا خلي بالك هو للنسيان غلط والله. لا غلط اخطاء انت بتقول هي اخطاء، اكيد غلط هو في التشكيل، اتعامل معاها بعد غلط في التشكيل. انا قلت لك لو لعب بثلاثه دفندرات ساعتها كان قفل الملعب، ما كانش هيبقى فيه. هو الجول الاولاني جاي منين؟ من عمق الملعب. لو انت بتلعب بثلاثه ما كانش هيجي. واخد بالك؟ والجون الثاني جاي منين؟ والجون الشوطه الثالث اللي هو جاي منين؟ ما كله من قلب الملعب يا فاروق. يعني الجون الثاني اتعملت الكوره طلعت بره ال 18 اتردت، واخد بالك؟ عشان ما كانش في حد مأمن ال 18 كويس. فراحت للراجل وقام جاي حاططها. الجون الثالث شوطها من بره ال 18، واخد بالك؟ فانت يعني اخطائك دي لو انت كنت بتلعب بثلاثه دفندرات ساعتها اعتقد ان انت كبيره كنت هتخسر 1-0 يوم ما الدنيا لان انت بعد الثالث خلاص الموضوع بقى، وبعدين جبت جون والثاني، فانت طمعت ان انت ممكن تتعادل. فكان عندك ورا الدنيا مفتوحه. لو انت لاحظت الجون الثالث الرابع والخامس نقله ولعبه بتروح ال 18. لكن تقدر تتوقع مين يشيل كاس دوري الابطال؟ على النهائي هناك صن داونز اهلي. وانا هراهنك بقى المره ده كابتن. ماشي. عزومه كابتن، عزومه سمك. ماشي. انت تقول انا ما عنديش فكره وانا اقول لك ايه، اكلك اكله سمك. اتفقنا. بس انا ما ارضاش والله انك تقول كده. في ايه؟ في انك تقول انا ما عنديش فكره في التحليل. وربنا ان شاء الله مش هيخيب. هتبقى مصيبه لو انت حصلت. وانا بالحاله دي هبريك من لا السمك عليا. ايه؟ السمك عليا والله ما هسيبك. مش هسيبك والله، هعزمك على السمك ومش هسيبك الا في يوميها بقى ان شاء الله. ماشي. زي ما حضراتكم سمعتوا كده دائما وابدا الكابتن رضا عبد العال وسياسه خالف تعرف، ولكن الراجل بيتكلم ان النادي الاهلي لو الماتش هيتلعب هناك في الساعه 3 وهيبقى في عز المعمعه وخلافه، اللي هو يعني جو حر جدا والملعب طبعا ما بيبقاش احسن حاجه وخلافه، ولكن انا عايز اقوله للكابتن رضا عبد العال النادي الاهلي ياما خد بطولات في نفس التوقيت دوت. ولو نفتكر حضراتكم النادي الاهلي لما كان بيلاعب القطن الكاميروني في ارضهم، لما النادي الاهلي احرز بطوله دوري ابطال افريقيا على ارض القطن، يعني كان النادي الاهلي بيلاعب القطن الكاميروني هناك وقدر ان هو يتخطى القطن الكاميروني ويحصل هذه البطوله. فالنادي الاهلي واخد على الاجواء دوت، اللعيبه والخابه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي والروح والانتماء لما بيجي في المواقف الصعبه بيظهر وبيوريك قد ايه معدن اللعيبه ديت وان هي تقدر تعدي اي من الصعاب. النادي الاهلي ما كانش هيصعد طبعا لهذه الادوار الاقصائيه لولا اصرار اللعيبه والحظ اللي حالف النادي الاهلي، وجات له فرصه على طبق من ذهب بعد طبعا الاخفاق اللي حصل من نادي الهلال، والنادي الاهلي قدر يستغل ده وعاد النادي الاهلي من جديد، وزي ما قلت لحضراتكم قدر ان هو يفوز هو على الترجي في المباراه الاولى وخلاص وضع قدما في النهائي بنسبه نقول مثلا 90% 95%. النادي الاهلي خلاص قاب قوسين او ادنى في نهائي دوري الابطال من جديد للموسم الرابع على التوالي. النادي الاهلي حقق البطوله مرتين ورا بعض في اخر نسخه، والمره الثالثه طبعا خسر النادي الاهلي بسبب طبعا المباراه اللي هي كانت مع نادي الوداد، ويمكن كلنا عارفين تفاصيلها مش هنتكلم فيها. ولكن النهارده لو النادي الاهلي تاهل هيبقى المره الرابعه على التوالي في طبعا تاريخه في الآونة الأخيرة بيصعد للنهائي، فده في حد ذاته ده إنجاز كبير جدا يا جماعة. فاحنا بنتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في فرقة واصلة نهائي دوري الأبطال 4 مرات ورا بعض. فمعلش في الكلمة أنا شايف إن كابتن رضا عبد العال لابد إن هو يراجع تاريخ النادي الأهلي ويشوف هو قد إيه حقق البطولة ديت من على أراضي الخصوم. ده اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه وعايز أرد عليه وأعلق طبعا على الكلام الغريب اللي كان حضراتكم سمعتوه من شوية. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى لو وصلت معايا للنهاية. لو كنت لسه أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، ولو كنت جديد أو قديم معانا في القناة يا ريت تعمل لايك على الفيديو فضلا وليس امرا. تحياتي للجميع، شكرا لحضراتكم على حسن وطيب المتابعه، على امل اللقاء فيما هو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.